السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عامله لكم حواوشي، بس مش حواوشي لحمه. هعمل لكم ان شاء الله حواوشي الرنجه بطريقه سهله وبسيطه، والله العظيم هتعجبكم وتعجب اولادكم. نسمي بالله ونصلي على الرسول. انا معايا رنجه طبعا العدد اللي انت عايزاه، ومعايا هنا فلفل الوان انا بشراه، ومعايا بصلايه انا بشراها، ومعايا حوالي 3 معالق خل، ومعايا ليمونتين. اول حاجه طبعا احنا هناخد الرنجه نشويها على النار كالعاده يعني. عايزه تحطها في صينيه وتحطها في الفرن ماشي زي ما قلت لك. عايزه تعملي نص كيلو، عايزه تعملي كيلو، الوزن اللي انت عايزاه على حسب عدد افراد اسرتك. اشويها كده على النار الاول. متنسوش يا جماعه الاول مره يشوف قناتي يشترك في القناه، واللي بيشوف الفيديو يدعمنا كده بتعليق حلو كده ولايك جميل كده منكم. تتشوي معانا الرنجة زي ما حضراتكم شايفين عشان تبقى سهلة عليها في التقشير وفي التنظيف وكده. قلنا نغير كده، طبعا الاكل عايز التغيير. اشويها كده زي ما حضراتكم شايفين عشان تبقى سهلة معايا في التقشير اهو. وزي ما قلت لك عايزة تحطيها في الصينية كده في الفرن وتشويها مفيش مشكلة. عايزة تشويها زي حالتنا كده على البوتاجاز من فوق برضو مفيش اي مشكلة. تمام. وامسك كده ايه، اقشرها كده وانضفها خالص من الشوك، واطلع البطارخ اللي فيها اهو. بص عشان انت حقتيها على النار من فوق، فالقشرة على طول بتطلع معاك بمنتهى السهولة اهو. ولحمتها على طول بتطلع معاك كده، تنضفيها وتشيلي الرز خالص، والحاجات اللي بتبقى في البطن طبعا تنضفيها خالص وتحشي الشوك وتخليها نهائي اهو. واحدة واحدة كده مع بعض نخليها ونطلع اي حاجة كده لاقيها مش كويسة طبعا ترميها، الا البطارخ طبعا. البطارخ مرملة وجميلة، حتى هوريها لكم دلوقتي. هطلعها دلوقتي وتشوفوها. بيبقى طبعا طعم البطارخ ده فظيع، بس انا هخليها لوحدها مش هخليها مع الحواوشي يعني. شايفين المنظر؟ بصوا دي مرملة بقى، ده احلى انواع البطارخ. افضل بقى انضفها كده واطلع الشوك اللي جواها، وادي التانية اهي. تمام. اهو الشوكة اللي في النص دي والراس دي كله ده هرميه طبعا، وانضف خالص خالص واخليها من الشوك. دي بقية البطارخ، قلت خسارة برضو حلوة مرضتش ارميها اهو. بعدين خليتها لسه في بقية شوك بسيط، قلت انقيه كده واخليها كده مفيهاش اي حاجة خالص اهو. حاجات بسيطة كده لازم ايه ننقيها كده، والشوك بتاعها البسيط ده لازم كله طبعا انضفه عشان اولادنا يعني ما يتأذوش وما بياكلوا. عارفين طبعا ان فوائد الاوميجا، فوائد الرنجة فيها اوميجا 3 طبعا، مهمة جدا للمخ وتركيز اطفالنا يعني اولادنا في المذاكرة الايام دي. وبعد كده عندي الليمونتين عصرتهم على الرنجة. تمام. وبعد كده هنا عندي شوكة، وايه اذا كانت في بذرة ولا حاجة، بذر ليمون لازم طبعا ايه اشيلها واهرس بقى ايه الرنجة دي حلوة اوي 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 كده انعمها. تمام. انا كان ممكن احطها في الكبة بس كده افضل، عشان تيجي تاكلي كده حتة الحواوشي تلاقي كده طعم الرنجة فيه وحلو، ما يبقاش ايه دايب قوي يعني. تمام. هنا اهرس بقى ايه الرنجة كويس خالص. هنا معايا طحينة، دي نسيت اقولها في الاول. الطحينة دي انا عاملاها على ايدي زي ما وريتها لكم قبل كده اللي متابع قناتي. احط كده كمية حلوة كده من الطحينة اهو، حوالي 3 معالق كبار طبعا عشان هتقلل من ملوحة الرنجة. ومعايا 3 معالق خل، واقلب بقى ايه المكونات دي كلها مع بعض. صدقوني يا جماعة حواوشي الرنجة طلع تحفة، روعة روعة روعة. وبعد كده اخد فلفل الالوان واحطه. فلفل الالوان ده يا جماعة اللي انا برضو فرست معاكم قبل كده، انا بقى بشرته هو متلج يعني، طلعته من الفريزر وبشرته على طول عشان ايه
يبقى سهل معايا. هنا معايا بصلاية انا بشرها برضو. بس كده دي مكونات حواوشي الرنجة: بصل وفلفل وطحينة وليمون وخل. تمام. واقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضيها. تمام اهو. عايزاكم تجربوها كده، واللي يجرب الوصفة يا جماعة اكتب لي كده في الكومنتات. واللي اول مرة يشوف قناتنا كده يا ريت كده يشترك ويشرفنا وينورنا، هبقى سعيدة اوي والله. تمام خلاص. هنا خلطة الحواوشي خلاص جهزت معايا. يكون عندي عيش يكون طازة طبعا، ما يكونش بايت، وافتحه كده في الجنب اهو. بص كده الخلطة كده خلاص تمام اهو. بس وبعد كده العيش اكون انا فاتحاه كده في النص، وادي الصينية اللي انا هقلي فيها احطها كده على النار تسخن. وايه واكون بعد ما تسخن طبعا احط الزيت يعني، حب الزيت مش كتير. ادي العيش فاتحاه اهو. واحط كمية حلوة كده معتبرة من الرنجة، واحشي بقى الرغيف زي ما حضراتكم شايفين كده املاه اه. خلاص كده الطاسة هنا معايا هتسخن. الحق بقى احط لها بقى حبة الزيت على ما اخلص الرغيف يكون الزيت معايا سخن. احط بقى الرغيف ياخد كده وش الاول على نار عالية، وبعد كده اقلبها على الوش التاني وهدي النار خالص واطفيه لمدة يعني 5 دقايق 7 دقايق، مش هتاخد وقت لان كل حاجة مستوية. تمام. وافرد كده العجينة او الرنجة. هي فكرتني بعجينة اللحمة او حوش اللحمة، هو نفس الطريقة اهو. واضغط كده بايدي. تمام. وبعد كده احطه في زي ما قلت لكم الزيت معايا طبعا سخن. احطه في الصينية ياخد كده وش، وبعد كده اقلب على الوش التاني وهدي النار خالص واغطيه. ومدة يعني 5 دقايق 7 دقايق، مش هياخد وقت معايا. وحاجة جميلة كده والله وهتعجبكم. وتغيير طبعا، عارفين ان الاكل بيحب التغيير. على فكرة الحواوشي برضو ممكن يتعمل بفراخ، وممكن يتعمل بسجق، وطبعا بلحمة بقى. يعني في طرق كتيرة للحواوشي. بإذن الله إن شاء الله هعملها لكم بإذن الله في الفيديوهات اللي الجاية بإذن الله. هعمل لكم كذا طريقة للحواوشي. خلاص هنا الزيت معايا سخن زي ما قلت لكم. هخليه كده لمدة دقيقتين بس على نار عالية اهو. حبة زيت مش كتير، ياخد بس وش على الناحية دي على نار عالية. وبعد كده اقلبه على الوش التاني وهدي النار خالص. تمام اهو. تضغط عليه كده عشان العجينة كده تتماسك في العيش، ويطلع طبعا ماسك نفسه كده وحلو، مش مفرول يعني اهو. بص ما خدش وقت، ما خدش وقت. وبعد كده اهدي النار خالص واغطيه. هتلاقي نتيجة بسم الله ما شاء الله، ولا الريحة ما اقولكمش، ريحة منتهى الجمال اهو. وهدي النار خالص واسيبه. تمام. هعمل لكم بقى الرغيف التاني اهو. بص النتيجة اهو، ولا اروع. تحفة 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 اهو. بسم الله ما شاء الله. حاجة جميلة جميلة جميلة. طبعا انت عايزة تعملي الكمية اللي انت عايزاها زي ما قلتلك، وعلى حسب عدد افراد اسرتك يعني اهو. واقلبه برضو على الناحية التانية وهدي النار ونفس الكلام. ما خدش مني وقت. وادي الرغيف التاني بسرعة اهو. خلاص عايزاه طري تغطيه بمجرد ما تطلعيه من الزيت، تغطيه بغطا. لو عايزاه طري، لو عايزاه مقرمش بقى سيبيه. بصوا ادي النتيجة، بصوا المنظر. بص عشان انتي مكترة طبعا الحشوة بتاعتك. بص الرغيف عامل ازاي. بصوا طري وجميل في منتهى الجمال، ولا ريحته وطعمه والله العظيم هيعجبكم خالص اهو.
احلى حواوشي رنجة هتدوقوا في حياتكم. انا عايزاكم تجربوه تقولوا لي ايه رأيكم. بصوا ولا اروع. يا رب النهارده الفيديو يحاز اعجابكم، واشوفكم في فيديو جديد.